بيان رسمي صحفي حول مقتل الضحية، مقتل الطفل نصر الدين. عن وقائع القضية نقول أنه بتاريخ 8/9/2016 على الساعة 9 صباحا تقدم جد الضحية ببلاغ على مستوى الأمن الحضاري الأول عين فكرون حول اختفاء حفيده الضحية نصر الدين البالغ من عمر 5 سنوات. وبتاريخ حيث باشرت مصالح أمن الدائرة التحقيق حول بلاغ الاختفاء، وبتاريخ 9/9/2016 تمكنت مصالح أمن الدائرة من العثور على جثة الضحية داخل كيس للدقيق بمسكن عم الضحية، بفناء مسكن عم الضحية. وبعد اكتشاف جثة الضحية ومعاينة مسرح الجريمة تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية للولاية ومعاينتها من طرف الطبيب الشرعي. بعد المعاينة تبين أن الضحية تعرض إلى عدة طعنات بأداة حادة على مستوى البطن، على مستوى الظهر. وعلى إثر هذه الواقعة قمنا بفتح تحقيق على مستوى الأمن دائرة عين فكرون حول هذه القضية، وتم الاشتباه في قريبة الضحية وهي زوجة عم الضحية، التي بعد استجوابها قدمت مباشرة أو اعترافات حول اقترافها لهذه الجريمة. تلكم هي المعلومات الأولية حول هذه الواقعة، هذه الجريمة الشنعاء، والتحقيقات مستمرة على مستوى مصالح أمن دائرة عين فكرون للكشف عن الملابسات وعن الدوافع التي أدت إلى ارتكاب هذه الجريمة البشعة. ونشكركم على الحضور.